انا كنت قاعد عادي جدا في الاوضه ومستني العريس اللي جاي يشوفني لاول مره وكل حاجه تمام، بس اول ما الباب فتح سمعته بيزعق من اول السلم بيقول لابويا بابا بلاش محشي دلوقتي، احنا مش رايحين نتغدى، دي خطوب. انا اول ما سمعت الجمله دي كتمت ضحكتي بالعافيه، بصراحه حسيت انه داخل فيلم مش خطوب، داخل علينا وشكله ما كانش متناسق خالص، الجاكيت واسع عليه والبنطلون شكله واخده من اخوه الصغير، يعني من اول لحظه حسيت ان اللي جاي مش تقليد. سلم علينا وقع، واول كلمه قالها كانت انا بحب الناس الهاديه وبكره الصوت العالي. انا بصيت لامي ووشه كله بيتكلم من غير صوت، يعني ده لسه كان بيزعق في السلم. المهم قعدوا يتكلموا شويه وكل شويه يقول تعليق غريب، يقول مثلا انا بحب الهدوء، بحب البطاطس المحمره اصلها مش بتكذب زي الناس، وانا ساكت قلت يمكن دي طريقته في الكلام. بعدها ماما قالت لنا تحبوا تتكلموا لوحدكم شويه، هو قال لها اه طبعا لازم نبني الثقه من البدايه. وقام قاعد جنبي في الصالون الثاني وبكل جديه قال لي انا عندي طموح ونفسي افتح عربيه كبده. انا قلت له جميل الكبده مطلوبه جدا. قال لي بس الكبده بتبوظ البدله، فانا بلبس ترنجين في الشغل، وانا كنت بحاول اكون مؤدبه بس من جوايا صوت بيقول لي يا بنت اهربي، ده مش عريس ده مهرجان متنقل. واللي خلى الموضوع يخلص لما قال لبابا وهو خارج ان شاء الله الفرح يكون على انغام السمسميه. بابا قال له يبقى خليه بورسعيد يا حبيبي.